النهاردة سلطة حلوة وزي السكر. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. سلطة البنجر، بحتاج لبنجر مقطع ببشره بالمبشرة، يعني بشر خشن شوية، ولو حابين تقطعوه بالسكينة عادي مفيش اي مشكلة. بحتاج معاها كمان رمان متفصص، ذرة صفرة اللي هي الذرة بتاعت العلب، وبنحتاج لبصل، بصل عادي مش اخضر مقطع صغير، والدريسنج بتاعها بيبقى عبارة عن ملح وشوية زيت زيتون بس. ما بنحطش هنا في السلطة دي عسل علشان اصلا البنجر مسكر. زي ما قلنا قبل كده ان طريقة التقديم بتختلف من شخص للتاني. انا بدأت بالبنجر، وبعد كده حطيت جزء من الرمان على حواف الطبق، سبت معلقة من الرمان عشان نزين بيها في الاخر، وبدأت تاني انزل بالذرة. السلطة هنا التسكيرة اللي فيها او الطعم الحلو اللي فيها بتاخده من البنجر ومن الذرة كمان. الذرة بتبقى مسكرة جدا. بحط البصل كمان على الحواف، وهحط جزء من البصل في النص، وبعد كده هزين بالرمان في نص الطبق. ويجي وقت الدريسنج، دايما في اي سلطة بنعملها ما نحطش الدريسنج غير وقت الاكل، عشان الدريسنج بيدبل الخضار ويبقى هيديها طعم مش حلو، فدايما نخلي الدريسنج وقت تقديم السلطة. زي ما قلنا ان الدريسنج هنا عبارة عن ملح وشوية زيت زيتون بس. سلطة جميلة جدا وخفيفة، بتعتبر وجبة كاملة. انا عن نفسي حبيتها قوي، جربوها وان شاء الله تعجبكم، وصحتين وهنا.